يا مساء الفل، يا مساء الخيرات. هنتكلم دلوقتي ونقول طاقة الهارب التاني. أه بدون اي مقدمات هندخل على طول في الموضوع. معلش ان انا قعدت كام يوم مش بنزل اي فيديوهات، ولما شفت التعليقات على فكرة الناس حابة قوي الاختصار، وكمان في تركيز اكتر في الفيديو. فده ما يمنعش ان انا برضو هطلع لايفات، ولكن ما بين كل وقت والتاني. وهتكون الفيديوهات الاساسية يعني ان شاء الله، لو اللاب ما عملهاش معانا هتبقى مسجلة ان شاء الله. في نفس الوقت كمان الفيديوهات المسجلة مريحاني اكتر. هبتدي طاقته، هو طاقة الشخص ده. وأول حاجة موجودة معاه وطاقته في الوقت الحالي هي استغراب، استعجاب. الشخص ده مستغرب أوي، مستغربك أوي. انت ايه؟ انت منين انت؟ ها؟ انت جاي منين؟ انت واضح ان انت جنيت الشخص ده. يعني واضح ان انت جنيته بجد، يعني خليته يضرب راسه في الحيطة. هو لا، انا شايفه ده بجد. ده انا لو ما كنتش براقبه بنفسي انا ما كنتش صدقت. انا اول ما شفت الشخص ده طبعا تفكيره عنك انت، فكنت بقول ده ممثل زيه زي غيره. عادي، ياما جت عليا وراحت عليا ناس. انت هتشتغلني انا؟ هتشتغلني؟ اللي هو كان فاكر ان انت بجد بتمثل. كان فاكر ان انت مجرد شخص كذاب، بتعرف تمثل كويس. وطبعا احنا عارفين يعني ان هو ما عندوش ثقة في صوابع ايديه يعني. لكن آه انت لما بعدت عنه كان فاكر ان انت بتمثل على فكرة. لا، هو كان فاكر ان انت بتمثل. طب اللي هو ايه؟ انا هبعد عنك واوريك ان انا بعدت عنك عشان تعرف ان انا اساسا ايه، عندي كرامة. انا عندي كرامة. يعني هو كان معتقد ان انت بتعمل كده، بتمثل. ليه بقى؟ هو اتعود على كده، اتعود ان في ناس تعمل معاه. هو شايفك ستبن ايه، سوري، ستاندر، نفس الستاندر واحد. خلاص انت انا مش عارفه اقول انت نفس اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك. فاللي هو ايه، انا هورش الحاجات دي. انا عارف انت بتعمل ايه. انا يلا يلا. لا، وخاصه لما كان يتوقع الشيء وانت تعمله، فكان بيثق قوي في نفسه اكتر. هو غبي. هو كان بيتوقع الشيء لان هو بيبقى عامل معاك تصرف قبلها، فاكيد انت هتعمل حاجة. طبيعي هتعمل حاجة. آه، اي حد يعني، انا مثلا زعقت لك، اتخانقت معاك، فطبيعي انا هستنتج ان انت تتضايق، صح؟ ولا هيبقى الاستنتاج غريب جاي من عالم اخر؟ لا، هيبقى الاستنتاج حقيقي ان انت هتتضايق علشان انت واحد اتنين تلاتة. حصل. لا، هو بالنسبة له ايه؟ هو بيقول اوكي، هو طبيعي ان هو يتضايق وطبيعي كذا، بس هيرجع تاني برضه يمثل عليا شوية دول. فالظاهر كده ان الوقت اللي انت كنت بتحاول تقرب منه، في وقت مثلا انتوا الاتنين متخانقين مع بعض، لأي سبب، مش بسبب الحب بس على فكرة، لا، لان كان في اسباب تانية تدفعك ان انت تبقى عايز تفهم هو بيعمل معاك كده ليه، او ايه اللي بيحصل يعني، في ايه. من هذا العالم الاخر؟ من هذا الشخص؟ من هذا الكائن؟ فالواضح ان هو ما فهمكش في الوقت ده. لا، فهم ان انت عادي. انا هتقل عليك تاني، هتقل عليك تاني. فانت رحت مديله على قفاه دب كده. تتقل مين؟ هو انا فاضيلك؟ انا اصلا تعبان في دماغي. يعني اللي هو ايه، هو انا تعبان في دماغي يا رب اروح الاقي واحد طالع لي، طالع له شهرتين من الجناب عمال يشد فيهم؟ هو انا ناقص؟ هو انا ناقص؟ ف فهو كان متوقع ان انت هتستمر تغيب وبعدين تيجي تكلمه. لقاك اديت له طناش. لا، وزودت اكتر. وغير بقى ما اتكلمنا ان انت اصلا ما بقاش في بالك نهائي الشخص ده،
خلاص، بخ، خلاص انت مشيت يعني. ما عادش موجود في حياتك. هو مش هيجي يكلمني؟ انا الاستراتيجية بتاعتي صح؟ ازاي يعني مش هيجي يكلمني؟ يعني هو مش هيعمل كذا؟ دلوقتي الشخص ده بقى بيتوقع حاجات كتير وانت ما بتعملهاش. هس، سكتم بكتم، لا حياة لمن تنادي، انت مش موجود خالص، مالس. هعمل له اللي هو ايه، انت يعني هو خلاص اصبح دلوقتي مستنتج فشله. يعني هو بيقول انا اتوقع واحد اتنين تلاتة، ولكن مش متأكد قوي بناء على اللي كل مرة بيشوفه منك. لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. غير ان انت كمان ابتعدت كتير. يعني انت على فكرة لو عندك صحاب مثلا هتلاقي نفسك مبتعد جدا الفترة دي. لو عندك ناس كنت بتتكلم معاهم، لا انت عندك نفور. بصوا، انت عندك نفور دلوقتي من كتير من الناس، والموضوع مش في ايدك، غصب عنك. ممكن يكون في حاجات، يعني حاجات انت بتسمعها او حاجات انت بتكتشفها او لوحدك كده. فالفترة دي انت عندك نفور بجد، عندك نفور قوي جدا من الناس اللي انت تعرفهم واللي ما تعرفهمش. مش كل الناس ولكن بعض الناس. في ناس بترتاح لهم، في ناس ممكن انت ما بتتكلمش معاهم، تشوفهم كده بس بترتاح لهم، لكن انت مبتعد فعندك نفور. فانت مش موجود اساسا، يعني حتى ما بتتكلمش مع حد. يعني حتة مراقبة الشخص ده ليك لازم يكون مجهود شخصي. خلاص ما بقاش في حد يقدر ينقل له اخبارك، ما بقاش في حد يقدر يقول له مثلا ده بيعمل واحد اتنين تلاتة. خلاص، لان انت متشال من على الخريطة. فاذا لازم التعب اللي هو يتعبه يكون تعب شخصي او مجهود شخصي. بيدور عليك في كتير جدا. تعبه قوي انت الفترة دي لانه بجد بيدور عليك. ممكن يكون في اماكن انت بتحب تروحها هو عارف، فهو بيروح هناك عايز يشوفك. انت ليه انت معقول مش بتخرج مثلا من بيتك انت؟ يعني انت ممكن تكون مثلا لو انت بتشتغل بتروح الشغل وترجع البيت، خروجك مش كتير خالص غير الاول نهائي. فهو مستغربك. الشخصية اللي شايفها دلوقتي الهارب، شخصيتك انت، هي شخصيتك الاولى اللي انت صدرتها له، اللي انت اديتها له. شخصيتك الحقيقية اللي ما كانش مصدقها، اللي كان بيقول ان انت بتمثل. فهمتوا؟ فدلوقتي عمال يدي نفسه بالاقلام. وانا يعني انصحه، لا انت ايدك هنينه، خليني انا اجي الطشك بالاقلام واصورك وانزلك هنا شورتس يعني كده. لكن تيجي ف... فبجد هو بيقول يعني ده طلع بجد يا جماعه. يعني بجد انت ما كنتش بتمثل، دي شخصيتك، ده انت ما كنتش بتخطط ولا ليه. فاكرنا الهارب التاني ولا ايه؟ يعني انت فاكر ان المطارد الهارب التاني؟ لا، ده انت. بص في المرايه، بص بقى في المرايه الحقيقيه. يعني انت باصص في المرايه الحقيقيه اللي هو المطارد، اوكي؟ بس اقتنع ان دي سحنتك انت، يعني مش سحنة دي سحنتك انت حضرتك. تمام. الى ان نرى ماذا سيكون في الايام القادمه. تمام. قولوا لي برضو رأيكم في الفيديو المختصر ده. أول مرة ننزل فيديو مختصر، مش أول مرة يعني، بقالنا فترة كبيرة. بالنسبة للهارب التاني قولوا لي ايه رأيكم، مين فعلا حاسس بالطاقة دي ومين عايش في الطاقة دي بجد. ما تنسوش تشتركوا في القناة الجديدة، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وما تنسوش تعملوا لايك، كل مش اشترك في القناة يشترك في القناة. عايزين نوصل في كل قناة 100,000 مشترك. بحبكم كتير جدا. سلام.